السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لغاء الهلال السوداني والمريخ السوداني في الدوري الموريتاني. أقول لكم حاجة واحدة بس. سوداني جوا وجداني بريده سوداني. يلا يا أخواننا، يلا نقلب الأحزاب مسرة، نمشي في درب عديل، سوداننا واحد وإلهنا الله. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أنا أخواننا الآن فرحان وحزين. وفرحان بأنه بيلعبوا في الدولة الثانية اللي هي موريتانيا. شكرا موريتانيا على استضافة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني، دي حاجة تقدر تشكر عليها. لكم كل الحب والتقدير والاحترام. يا شباب، قبل ما نبدأ في الحلقة خلونا أول حاجة نعمل الحياة الأساسية، لايك. يا أخي ما تعمل لايك يا أخي، يا هنا ما تعمل لايك. أنت في شنو؟ يا مالك أنت في شنو؟ أنت عندك مشكلة عايشة؟ اعمل لايك. أيوة كده عشان ما تكون متضايق. ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله، دائما تامين ولامين. يا عزيزي المشاهد، كلاسيكو ما بين الهلال والمريخ غمة عشناه من واحنا صغار. بتذكر يا جماعة زمان لما انت يعني كنا صغار، احنا طبعا ما كبير شديد كده، لكن شنو يعني لما كنا صغار شوية كده. بتذكر الزمن ذاك الغمة كانت بتكون مشتعلة جدا جدا، الهلال والمريخ كانت حاجة صعبة جدا جدا. احنا بنغيب من المدرسة عشان شنو؟ يا نحضر الكورة يا نمشي الاستاد نحضر الكورة، ونجي الصباح ناخذ لنا كم صوت، وكل صوت بناخده بنتذكر لما احنا كنا في الاستاد وبنهتف وبنشجع وكده. الحاجه اللي كانت جوانا يا اخواننا لما تيجي مغلوب انت الصباح كده شنو، لما يدقوك بتندم على الستار، لكن لما تكون غالي وفرحان تيجي مبسوط يدقوك كده، انت بتكون شفت قاعد كده هنا كده يعني، لكن بتكون مبسوط. فربنا يديكم الصحه والعافيه. هلال مريخ، مريخ هلال، غمه سودانيه، غمه كبيره جدا، كلاسيكو زي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. الناس اللي تعرف يا جماعه الكلاسيكو بتاعهم بين الهلال والمريخ، الكلاسيكو يوم الاربعاء يعني 59 دقيقه ان شاء الله تبدا المباراه. يا عزيزي المشاهد، المباراه مهمه للفريقين، مهمه للمريخ والهلال، مهمه للمريخ في الترتيب ومهمه للهلال في الترتيب في الدوري الموريتاني، لكن لها اهميه كبيره جدا جدا بالنسبه للهلال. ليه؟ لانه الهلال الان في الشامبيونز ليج، دوري ابطال افريقيا، بحد دارين نشوف الهلال حيظهر بمستوى كيف. رسالتي للمريخ ولعيبه المريخ ولاداره المريخ، استمروا في التحدي. السنه دي ما موجودين في الابطال، ان شاء الله السنه الجايه تكونوا موجودين في الابطال. نحن كلنا عارفين الظروف اللي مر بها السودان، تفاصيل اللي مر بها السودان. يعني نحن ما لايمين ما لايمين زول على زول، ولا ما لايمين لعيبه، ولا ما لايمين اداره، ولا الظروف اللي مر بها السودان اثرت على كل المناشط. فيا مريخ استمروا، وان شاء الله يعني السنه الجايه تكونوا موجودين في الابطال، وتكونوا موجودين في كل الدوريات وفي كل المحافل، تتوجوا ان شاء الله. عارفين انكم كاس مانديلا. ورغم يا شباب انتمائي لنادي الهلال، لكن انا بحس انه المباراه دي وطنيه. الظروف الان اللي احنا بنعيشها ظروف مختلفه جدا جدا، عشان كده احنا شعار الوطن هو اللي بيمثلنا الان. لا هلال مريخ، لا مريخ هلال، كلنا واحد. واتمنى ان شاء الله انه الموسم الجاي المريخ يكون في الابطال والهلال يكون معه في الابطال. والموسم ده ان شاء الله يعني بالذات الموسم ده نتمنى للهلال التوفيق، يحرز البطوله المنتظره. يعني احنا بقينا يا شباب بنفرح باقل حاجه، اقل حاجه بتفرحنا. فنتمنى انه ان شاء الله يعني الهلال يحقق مستويات كبيره جدا، ويعني يمشي لقدام ان شاء الله. كل التوفيق. ويا مريخنا الجميل ويا مريخنا العظيم، يا من الناس هتفت داخل ملعب يعني لما المريخ ده كله لاعب كده، الجمهور ده بيكون بهيج كده، والاورتنس بتاع المريخ ده بيكون بهيج كده، يعني بيديك احساس بالكوره والجمال والحيويه. فيا مريخنا الجميل استمروا في التحدي، انتم قادرين ان شاء الله انه تعملوا يعني حاجات مختلفة، موسم مختلف. ونتمنى إن شاء الله إن شاء الله وجودكم السنة الجاية في الأبطال، وما بعيدة من الله، لأنه المريخ كبير وأتمنى يكون دائما مع الكبار يعني. وكذلك الهلال نتمنى الاستمرار في البطولة وتحققوا إنجازات كبيرة جدا جدا، وكل التوفيق. وإن شاء الله دائما تأمينوا الأمين. ما تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك 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 لايك. شكرا المخرج جدو أمريكي، كل الحب لك وكل الحب للناس اللي بيشاهدوا محمد دهشه. ان شاء الله دائما تامين والامين. كلاسيكو الدوري السوداني الموريتاني ما بين الهلال والمريخ. يلا يا جماعه، سلام، ما في زمن.